صلاح رمز من رموز السواعد وشيخ عام للسواعد يعني بالذات. الطبة اللي اجت مو عادية، يعني 100 أمر اللي دخلت للشعلة وهنا. الأمر شنو هو؟ ما عليك القبض، وهي هي. بعدين اتطورت الحشاية، تقول له هذا يابا شيخ السواعد وهذا معروف ورمز، يقول لك أنا على أبوك لأبو السواعد. وزارة الداخلية تتحول من وزارة أمنية، وزارة تحمي الشعب العراقي، إلى وزارة طائفية أو عرقية يعني عشائرية. هذا الخلل تأثيره كبير على الوضع في العراق. يعني معنى هذا أن يتحول العراق إلى قبائل وعشائر تتقاتل فيما بيناتها. العشائر لها عرف وتحل مشاكلها بيناتها وتصفي مشاكلها. أما الدولة عندما تتدخل إلى جانب عشيرة من خلال مسؤول يعبر عن عشيرته في وزارة الداخلية، هذه كارثة على العملية السياسية، وكارثة على الوحدة الوطنية، وكارثة على الحكومة نفسها. حقيقة صار في اعتداء على رمز من هذه الرموز، على وتد من أوتاد السواعد. احنا ما نريد نصير فوق القانون، لكن نريد انه نحافظ على كرامة شيوخنا، لان هاي إلها سمعتها وإلها كيانها. ثانيا اذا اكو فد مذكرة تلقاء قبض على الشيخ الفلاني او على الشخص الفلاني، احنا مو فوق القانون، لكن ما يجون بهذه الطريقة والطريقة الغير شرعية، انه يدخل الاستفزازية، يدخل على المضيف وعنده خطار وفد طريقة. احنا هذا اللي نستنكره. احنا نريد نحافظ على القانون، نحن مع القانون، نحن مع دولة القانون، لكن لا نريد القانون ان يتجاوز على حقوق الآخرين.